حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. حطوا لايك وصلوا على حبيب المصطفى ويلا بينا نخش على الفيديو. كان نفسي اكل برجر، ورحت من فتره من شهر كده تقريبا، رحت كلت برجر بره، دفعت مبلغ وقدره. كان السندوتش تقريبا معدي ال 130 جنيه سندوتش واحد. فانت ب 200 جنيه او يا ست قولي ب 250 جنيه هتعملي سندوتشات تكفي الاسره كلها، وهتاكلوا وهتشبعوا من سندوتش واحد بس. انا جبت نص كيلو لحمه، حسب ما بتشتريه بقى بكام، وحطيت عليه معلقه من الكاتشب ومعلقه من المستردة بتخلي اللحمه تحتفظ بالعصاره بتاعتها وتبقى جوسي. حطيت بيضه، 3 معالق من الفيجيتار، وفلفل اسود، كمون، بهارات لحمه. وبحب احط شويه كمون وشويه كزبره، والتوابل اللي بتحبي تحطيها حطيها يعني. ممكن تجيبي الكيس اللي بيتباع عند العطار دوت، اللي هو بينحط الكيس بينحط على نص كيلو لحمه. ونقعد بقى نسمغ اللحمه دي كويس جدا كانك بتعملي كفته لحد ما تعمل عرق معاكي كده، عشان ما تفكش منك على الجريل. لو عندك بقى مكبس بتاع البرجر اعملي بيه خير وبركه، ما عندكيش هتعملي بايدك. انا عندي المكبس وما رضيتش اعمل بالمكبس علشان الناس اللي ما عندهاش مكبس. هنعمل كده بايدينا كده، بصي بتسويها كده، وادام انتي خدمه اللحمه بتاعتك كويس وعجناها كويس هتتفرد معاكي بكل السهوله زي ما انت شايفه كده. وعايزاكي كمان يا ست الكل وانت بتفرديه افرديه بسمك رقيق قوي، واعملي حساب ان هو لسه هيكش على النار، يعني ما تخلوش تخين ومجعلص في نفسه كده. افرديه على قد ما تقدري، تمام، لان هو لما يكش هيروح عامل في بعضه. فاهمين انا قصدي ايه؟ فاهمين المعلومه اللي انا عايزه اوصلها؟ وبعد ما خلصت كل الكميه ديت عملت لي 9 برجرات، يعني هتعملي 9 كايزرات من اللي هم الصغيرين بتوع الفرن ده بس. بعد كده هحطه في الفريزر يشمع شويه. على ما يشمع بقى هنروح حاطين مقطعين كام بصلايه كده، عشان هنشوحهم على الجريل، وكمان طماطم. اللي ما بيحبش الطماطم في السندوتشات ممكن يستغنى عنهم يعني. تمام. بس لو كنت وصلت لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وتصلوا حبيب المصطفى. هنجيب بقى نعمل الصوص ده يا جماعه. الصوص دوت هو اللي بيقدموه في كل المطاعم بتاعه البرجر. شويه كاتشب، شويه مايونيز، شويه مستردة، ولو عندك خيار مخلل قطعي وحطي، لو عندك هاليبينو برضو قطعيه وحطيه يا جماعه. بينقل السندوتش لطعم تاني خالص. هو ده نفس الطعم بتاع الصوص اللي بينحط في المطاعم بالظبط. هنحمر شويه بطاطس، طبعا بطاطس جنب البرجر اساسي. هنعمل بقى كده، بتاخدش دقيقه على كل ناحيه، كل دقيقه على كل ناحيه على نار متوسطه. وطبعا كل الدهون اللي في الارضيه ديت ده من اللحمه، عشان قلنا اللحمه فيها نسبه دهون. تمام، على نار متوسطه يا جماعه. وبنخلص كل الكميه مع بعض كده. وبعد ما نخلص بقى ايه البهاريز اللي نزلت من البرجر دي هنشوح فيها البصلايه، ولو عندك مشروم كمان يا سيدي هتكرمليه مع البصل. هنا العيش دوت انا جايباه كبير، يعني العيش دوت تعمليه بيه سندوتش برجر دريبل، يعني تحطي فيه قطعتين من البرجر مش قطعه واحده. تمام، انا حطيت فيه قطعتين مش قطعه واحده. هنا كنت خلاص طلعت البطاطس وحطيت عليها شويه التوابل بتاع البطاطس دول، يا سلام. وحمصت العيش وخلصنا البرجر وحطيناه في الطاسه تاني عشان يتحمص. وشويه كابوتشا دوت اللي هو الخاص بتاع البرجر. في ناس بتحبه وناس ما بتحبوش، بس هو حلو قوي. نحط هنا البصل طبعا، ويا سلام لو عندك مشروم هيبقى حلو، والصوص والطماطم ويعني ظبطي بقى الطبقات زي ما انت عايزه تظبطيها. واهم حاجه كده يكون بيبظ ويطز من كل الاتجاهات، عشان انت تاكلي كده تقعدي تغرقي نفسك وتزلوطي الدنيا. في ناس بتقعد تقولي مصطلحاتك غريبة، يعني مصطلحاتك اوفر. معلش يا جماعة، مش عاجباكم مصطلحاتي ما تسمعونيش. حبايب قلبي هم اللي بيحبوني يحطوا لي لايك ويسمعوني ويكملوا الفيديو الاخر. شايفين؟ ايوه اتك عليه كده يا حاجة، ايوه هو ده المطلوب اثباته. لو كنت وصلت لحد هنا يا ست الكل ما تنسوش تحطوا لي لايك وتدعوا لي دعوة حلوة وتدعوا لامي بالشفا، اللهم امين. شايفين الطبقات؟ شايفين التناسق؟ شايفين الحلاوة؟ والبطاطس يا سلام، والصوص. انا جعت وانا عامله رجيم يا جماعه، وببقى بالليل بموت من الجوع. وادعوا لي ان انا اكمل على الرجيم على خير. يلا باي باي، اشوفكم في فيديو جديد على خير يا ولاد.